واحد من صحابي خاطب واحدة هي ما بتخليش حد يتكلم غيرها. حبيبة قلبي رغاية بطريقة غريبة. لما تقولوا عليا بيك مي اسمعوا قصته عشان تفهموا انا ليه بقول كده. الولد ده متخرج من طيران وهيز كابتن، يعني بيسافر بالناس. اوكي، في مرة من المرات كان مسافر سفرية مش طويلة، كانت مثلا ساعة ساعة ونص حاجة كده هنا في مصر يعني. وهو كان حكالي ان هي مش سايباه في حاله، عمالة تتكلم معاه من ساعة ما بيصحى لحد ما بيركب الطيارة، وساعات حتى على الطيارة. لما سألته ازاي حد ممكن يتصل على الطيارة قال لي لا في طرق. ما فهمتش قوي بس ما علينا. الطيارة دي كان عليها ركاب غريبة وهو قال لي كده عشان المضيفة قالت له كده. المهم انه وهو طاير واحد من الموتورات بتاعة الجناحين فرقعت. هو حاول كل حاجة عشان يحاول يتواصل مع البرج ويقولوا ان هو هينزل، بس للأسف الطيارة كانت بتقع بأسلوب غريب وبسرعة فائقة. مهم هو دخل المستشفى وقعد شهر في كوما. طبعا كنا بنزوره وبنروح له بنطمن عليه من اهله وكده، بس المشكله مش هنا. المشكله ان هو لما صحي ابتدى ان هو يتكلم مع ناس احنا مش شايفينها، يعني هو بس اللي شايفها. حيث ها هنا نكتشف ان هو بيكلم ارواح ناس كانت على الطياره معاه. هو في الاول ما كانش مصدق وكان كل شويه يتعصب يقول لنا يعني انتوا مش شايفينه، يعني انتوا مش شايفينه. محدش فينا كان شايف اي حاجه. طلع ان هو بيكلم ارواح الناس اللي على الطياره اللي هو كان سايقها. ده مسلسل الكابتن رمضان 2025. قولوا لي هتتفرجوا على ايه السنه دي؟